السلام عليكم. تعالي بقى اقول لك على الاكله دي اللي مش هيختلف عليها حد في البيت، كبير وصغير بيحبها. مش شرط خالص نعملها باللحمه، هنعملها النهارده بالفراخ المحمره وطعمها احلى كتير. معايا هنا حله على النار فيها حبه من الزيت ومعلقه من السمنه البلدي، 3 معالق كبيره من الثوم المفروم وسبته يتحمر. هنا الرز للاسف ما كانت الكاميرا ما صورتش، انا كنت حاطه زيت ومعلقه كبيره من السمنه، فصين 3 من المستكه. سِبت المستكة لمّا ساحت خالص، نزلت بالرز وقلّبته كويس جدًا لحد ما اتأكدت إن الرز اتغلِّف كويس أوي بالسمنة، وبعدين نزلت عليه بالمَيّة المغلية تبقى على بعقلة صباع، ورشّة كده من الفلفل والملح. سِبته على نار عالية لحد ما اتشرّب، وبعدين هدّيت عليه النار وحطيت له الشياطة. هنا بقى التوم معايا كان أخد اللون الحلو الدهبي، نزلت عليه بربع كوباية من الخل، وبعد كده معلقتين كبار من الصلصة، ودي الصلصة اللي احنا مفرزينها مع بعض. وهسيب الصلصة كده تفك مع التوم. جبت صينية تانية فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، حطيت عليها العيش الناشف الجاهز بتاع الفتة، وحطيت عليه رشة من الملح والفلفل وسبت. نرجع للصلصة. أنا هنا معايا 5 طماطمات ضرباهم في الكبة من غير مية خالص، ومعايا 4 طماطمات تانيين مبشورين. الهدف من دوت إن أنا عايزة الصلصة بتاعتي قوامها تقيل، ده بيفرق جدا في قوام الصلصة. بعد كده حطيت لها معلقة صغيرة من السكر والملح والفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات والبابريكا، نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والشطة، ومكعب مرقة وورقتين 3 لوري. اسيبها تتسبك وارجع اقلب العيش بتاعي. هنا كان اتحمص بيبقى طعمه تحفة، جربيه بيفرق جدا في طعم الفتة. هنا بقى كنت ابتديت احمر الفراخ بتاعتي في معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وشفتي كده قوام الصلصة بقى هو ده اللي انا بقولك عليه. زودتها كده كبشتين من الشوربة بعد ما اتسبكت، سبتها غلت غلوتين، ويلا نجهز احلى طبق فتة تاكليه. نزلت بقى بالعيش اللي انا محمصاه، حطيت عليه كبشتين من الشوربة المغلية وكبشتين 3 كده من الصلصة، وقلبتهم كويس بحيث العيش يتغلف كويس قوي بالشوربة والصلصة. ما تكتريش قوي في الشوربة، مش عايزينها تعجن منك، عايزين يبقى فيها المضغة كده اللي بناكلوها في المحلات بره، يبقى طعمه حلو قوي. بصي هنا لون الرز ابيض وجميل ازاي بسبب فص المستكة اللي احنا حاطينه. نزلت عليه بكبشتين 3 كده من الصلصة، وحطيت الفراخ المحمرة. مش عايزة اقولك ان انا بحبها بالفراخ المحمرة اكتر كتير من اللي باللحمة. جربيها بطريقتي، بإذن الله هتعجبك وتعجب الولاد. ولو عجبتك وصفة النهاردة يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.